السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم؟ ماستر بيرفكت بيقول هو معاه هوجن جامبو 200 بقاله شهرين معاه يعني، بس هو مش مبسوط، بيقول الموتوسيكل سحبه ضعيف وما بيعديش ال 110. لا، المفروض هوجن جامبو 200 يعدي ال 110 شوية، بس هي القصة كلها قصة ما بيجيبش دي متشعبة شوية ولها أسباب كتير. شوف نوع الزيت، استخدم زيت كويس، معيار الجنزير يكون كويس ومتزيت كويس وبتفرق. السنة الدورية تكون كويسة، وفي جزء كبير من الموتوسيكل يجيب اخر سرعته ولا لا بيتوقف على سواقتك. اهدى على الموتوسيكل وما تلبسوش مرة واحدة واهدى عليه. وبرده شوف الفيديو بتاع تحميلة الجنط الخلفي، ممكن يكون الجنط الخلفي عندك محمل شوية فبيأثر على السرعة القصوى. تحميلة الجنط يا شباب ما بتبانش تأثيرها، ما بيبانش إلا إذا كان على الموتوسيكل على آخر سرعته. يعني لو أنت متعود تجيب آخر سرعة الموتوسيكل، فلو الجنط الخلفي محمل هتفوجئ إن آخر سرعته ده قلت في يوم وليلة. في يوم وليلة كده كان بيجيب 115 طلع بيجيب 108. تمام؟ فشوف القصه دي كلها، الموضوع ده متشعب شويه. الاستاذ محمد خلف سال سؤال كويس، بيقول لو ده 4 200 المفروض تجري قصاد حلاوه 200 ولا المفروض الحلاوه بتعدي منها بتكسبها يعني؟ لان بيقول هو معاه ده 4 200 مفيش حدافه اتزان والحلاوه بتعدي منها بتكسبه. وبيقول هل كده المفروض يبقوا قصاد بعض ولا ايه، ولا الثابت ان الحلاوه تكسب، ولا هو بيقول هي الحلاوه بتكسب عشان ده موتور مش اصلي؟ خد بالك قصه موتور اصلي ومش اصلي مش بتبان في كده. ممكن موتوسيكلين يطلعوا قصاد بعض ونفس السرعه وكل حاجه، قصه اصلي ومش اصلي في العمر الافتراضي بتاع الموتور. لكن طالما الموتور مفيش حاجه باظت فيه فهو بيأدي زي الاصل عادي. تمام كده؟ فقصه لا، بالنسبه لسؤالك المفروض الموتوسيكلين سرعتهم واحده بالظبط. ده ردا على سؤالك. هو بيعدي منك، شوف بس نوع الزيت اللي انت بتحطه، شوف الحاجات اللي هي لها علاقه بالموضوع ده، لان هو المفروض ما يعديش منك يعني. هو بس وبرضه تاكد، في ناس بتبقى مغيره التروس وما تقولكش، ناس لقينا شويه كده يكون مغير الترس ما يقولكش انا مغير ويخش سباق كده، فطبعا هنا بتختلف معاك شويه، بتفرق حوالي 10% في السرعه. يعني لو انت جايب 100 ماشي على 100 تلاقيه هو على 110 يعني بسبب الترس بس. فتأكد دايما لو انت داخل كده تلعب مع حد، تأكد من قصة التروس دي عشان ما تتعبش في الآخر وتبدأ تقول ليه وازاي. لو التروس زي بعضها خد بالك ان الدايو ال 200 الترس بتاعها 41 برضه، يعني هو مخدوم في السرعة عن الحلاوة برضه. يعني المفروض أصلا ان الدايو تكسب، ولكن هي ما بتكسبش، هما الاتنين بيشدوا قصاد بعض في النهاية. الأستاذ مينا رأفت بيقول حضرتك من العاشر من رمضان يا أستاذ مينا. بس أنا أصلا مش من العاشر يعني، أنا من الزقازيق أصلا، بس عايش في العاشر من رمضان يعني. استاذ محمد بيقول لك هو ليه لما الواحد بيركب ترس قدام 17 سرعه الموتوسيكل بتقل على الغيار الخامس؟ لان الموتوسيكل، وعشان كده يا استاذ محمد بنقول ما تغيرش في التروس. الموضوع ده خطر على حاله الموتور على فكره، ويمكن يبوظ لك الموتور. فدايما نقول لك ما تغيرش التروس. ولكن ردا على سؤالك، الموتوسيكل ما بيقدرش يقوم، ما انت مديله حمل اكتر من طاقه الغيار الخامس في الترس العادي اللي هو ال 15 قدام، فانت مديله مش 16، مديله كمان 17. يعني انت نطيت سلمتين، الموتوسيكل مش قادر يشد، مش قادر يقاوم الريح والهواء والجثه والوزن، الموتوسيكل مش قادر يقاوم ده كله على ترس 17، عامل ضغط على الموتور. فانت لو عايز تعالج الموضوع يعني هتشبع الغيار الرابع قوي زياده عن اللزوم، شبع بحيث ان الموتوسيكل يكون خد سرعته عشان لما تيجي تنقل على الخامس ما تعملش ضغط على الموتور، يبقى الخامس يستلم الموتوسيكل سريع، لان الخامس ما بيقدرش يجر الموتوسيكل. فاديله الموتوسيكل على سرعته، يعني خلي الخامس يحافظ على السرعه بس او يسندها بس، انما عشان يجرها لا. ولذلك تغيير التروس ده عبث شديد. في ناس تقول لك انت كده بتريح الموتور، تريح ايه؟ ما بتريحش حاجه، هتخربه. ارجع تاني ورجع الترس التاني الاصلي اللي هو 15 يا استاذ محمد، وبلاش قصه 17 دي. لو الموتوسيكل ما بيقدرش يجيب ال 15 معاك هتبوظه. انت هنا ممكن تقول لي ما في ناس بتغير يعني وما بيعملش كده معاه. يا عم ماشي، هم بيعرفوا يعالجوا الموضوع في السواقه، بس ده ما بيلغيش علاجك للموضوع في السواقه انك تشبع الغيار قوي. تمام؟ ده ما بيلغيش الخطوره على الموتور. استاذ احمد دبور بيقول هي في ال اكس تريلا 200 بسرعتها كام؟ لان في حد عارضها على النت، عارض في ال اكس تريلا للبيع 200، وبيقول ان هي من ضمن مواصفاتها يعني ان هي بتجيب 150 كيلومتر في الساعه. والاستاذ احمد بيقول انا مستبعد الرقم ده بصراحه. مستبعد ايه يا استاذ احمد؟ الرقم ده تمسحه باستيكه، مفيش الكلام ده خالص. والموتوسيكل ده مش متزن على السرعه العاليه اصلا، يعني هو اصلا لو جاب ال 120 هيبرجل ومش هينفع. تصميم الموتوسيكل التريلا من قدام كده ورفعته من قدام دي ما ينفعش خالص، سرعته تعلى اصلا ل 120، ومش هيجيب ال 120 اساسا. في قصه 150 دي انساها يا صاحبي. وعدد لفات الموتور اصلا مع التروس اللي جوه واللي بره مستحيل.
لا يمكن ميكانيكيا كده ما ينفعش اصلا. تمام. فهو بيقول لك 150 بقى، ممكن يكون العداد بتاعه بايظ وبيخرف وهو بيقرا الحاجه اللي قدامه خلاص. وانا ما اظنش، انا اظن هو حد مش دغري بس يعني. استاذ مينا عايزك بيقول هو موتوسيكل CMG يعتمد عليه في مشوار 100 كيلومتر في اليوم. 100 كيلومتر في اليوم ده رقم مش سهل، مش بس على CMG، لا وعلى معظم الموتوسيكلات. 100 كيلومتر في اليوم ده اي موتوسيكل هيمشيها مبدئيا، بس الموتوسيكل ده هيتهلك بسرعه. ده رقم كبير. لما تكون بتمشي رقم زي ده فلازم تجيب موتوسيكل حاجه تانية. خليك بقى في الزونتس وفي الموتوسيكلات اللي هي من 35 ل 40 الف. دي الموتوسيكلات اللي هتسد معاك في مشوار، دي مرتاحه وهتعيش معاك. لكن كل الفئه السعريه اللي احنا فيها دي، كواحد شغال 100 كيلومتر في اليوم، الموتوسيكل مش هيعيش معاك كتير. بص، هو مش هقول لك، هيقول لك لا والله هتجيبه وكل حاجه وهتشتغل شويه، بس ده مش الموتور كده شغال زياده عن اللزوم يعني. استاذ محمد الهط بيقول لي يا ريت تصور رقم الموتور بتاع لونسين عشان نشوف شكله. حاضر، ما هو موجود، انا اظنه ظهرته فيديو قبل كده، هسيبه لك تحت في صندوق الوصف ده، ان شاء الله تشوفه. موجود يعني، مصور من فتره. ممكن لله بيقول ممكن اللينك بتاع الموقع وكيل لونسين. شوف هم كان لهم جروب، والجروب دلوقتي متعطل يعني، هم عطلوه فجاه ما اعرفش ليه. وده من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي خلتني انا اقول لك ان غالبا ابو حوا حسم الموضوع يعني. فدلوقتي هم ما لهمش اي موقع ولا اي جروب ان انا اقوله لك. استاذ محمد فوزي بيقول لك هو ينفع الوكاله تبقى لابو حوا ولونسين في نفس الوقت؟ ينفع يعني؟ ينفع، ما فيش فيها مشكله من القصه دي. انت بتجيب من هناك وانا بجيب من هناك، مواتير يعني، فشغال ينفع عادي. بيقول لو ده حصل هتبقى حاجه كويسه جدا، ده تبقى حاجه روعه لو ده حصل يعني. بس والله يا استاذ محمد انا شايف الموضوع يعني اغلب ظني ان ابو حوا حسن يعني، مش عارف. ده قناعتي انا دلوقتي، قناعتي مش مبنيه على اي حاجه يعني.